السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم عصير ديال الحامض والبرتقال. كيجي منعش لذيذ ومبرد ديال هاد الوقيتات الحر. كما كتشوفوا كيجي على هاد الشكل. نبداو في تقديم المقادير على بركة الله. غادي نحتاجو لجوج حامضات او ما يسمى بالليمون. غنغسلوهم نقشروهم ونزولوا ليهم الجلفه اللي كتكون دايره بهم كما كتشوفوا على هذا الشكل. غنحتاجو كذلك الى كميه من سكر حبيبات حسب الرغبه. غنحتاجو كذلك الى برتقالتين غنغسلوهم ونقشروهم ونقطعوهم مكعبات. كذلك غنحتاجو لربع ملعقه من الكركم وقشور حامضه وحده محكوكه على هذا الشكل كما كتشوفوا. غنحتاجو كذلك الى ملعقه صغيره من سكر الفانيلا، ممكن تعوضوه بفانيلا سائله حسب الرغبه. اذا نبداو في صنع العصير على بركه الله. في خلاط كهربائي غادي نحطو الحامض وغادي نزيدو عليه البرتقال غنزيدو عليهم ربع ملعقه صغيره من الكركم وقشور حامضه. بالنسبه للسكر انا استخدمت هنا ملعقه متوسطه الحجم، درت منها 4 ديال المعالق. وغادي نزيدو ملعقه صغيره من سكر الفانيلا. بالنسبه للماء غنحتاجو لتر من الماء البارد جدا. الماء خاص يكون بارد مزيان. العصير بعد ما طحناه كيجي على هذا الشكل. يمكن لكم تصفيوه كما يمكن لكم تشربوه كما هو.